لا انا ما استسلمت، لكن لازم نعترف بذكاء الخصم. بس راح يغلط وراح يوقع، ولازم نلزم من هذا المجال. فؤاد حميد، اريدكم تفتشوا لي البيت كله زين وتدوروا لي على اي دليل حتى لو كان تافه. دوروا لي زين على بصمات، لانه احنا كلش بحاجة للبصمات حتى لو بصمة واحدة. احنا لازم نلقى راس الخير اللي وصلنا للقاتل. وشلون راح يوصل هذا الخير؟ انا ما اعرف بالضبط شلون، لكن لازم اكو شيء، لازم نلقى هذا الشيء بسرعة. شنو دكتور؟ شو توصلتوا من خلال التشريح من الجثث اللي وصلت لكم؟ من خلال الجثث اللي وصلت لنا اتضح ان الجميع تنقسم بنفس السلاح واللي هو عبارة عن طبر، وطبعا بالحقيقة هذا يدل ان شخص القاتل ذو بنية قوية، مما يذكرني بابو طبر من حيث تنفيذه للجريمة. مو احنا درسنا جرائم ابو طبر بالمعهد لان هي تفيدنا بشغلنا كلش هواية. محقق صلاح. الو. نعم حاضر سيدي. دكتور احنا نترخص لانه الوزير طالبنا. يلا محمد. محقق صلاح، وين وصلتوا بالتحقيقات مالتكم؟ ما اعتقلتوا احد؟ ما عندكم مشتبهين بالجرائم؟ والله سيدي ما اكذب عليك، لكن الاحتمالات اللي عندنا كلش ضعيفة والمجرم ذكي. محقق صلاح، ترى الجرائم بدعة والرئيس مهتم بالموضوع شخصيا والصحافة ورانا، فلازم تلقوا لي حل. لازم. سيدي عندي شخص ببالي ممكن انه يكون هو القاتل. بس شلون تقول؟ قول منو؟ هذا الشخص اسمه عبد الله، وكان ويا ابو طبر بالسجن مدة شهرين قبل ما ينعدم ابو طبر. عبد الله هذا دخل للسجن جريمة قتل، وكان نوعا ما مختل عقليا. المهم مو بهذا الحكي دا اقوله هسه. المهم انه عبد الله هذا اللي دا احكي لكم قصته طلع من السجن صار له شهر واحد. صحيح انه ماكو رابط مباشر بين الجرائم وعبد الله، بس مثل ما تعرفون ان الوضع خطر ولازم نسوي شيء مثل ما قلت سيدي. حق يا محقق صلاح، باشر بالتحقيق مع عبد الله هذا اللي تقول عليه، واريد نتائج منكم. اقدر اعرف ليش مشي يا عبد الله؟ انت بسألكني. وشلون راح يوصل له هذا؟ لا تدير بال، هاي الشغلة سهلة، انا اعرف شلون اوصل له، لا تدير بال.
هذا هو بيت عبد الله. زيد، وينها متحضر هذا المجرم الكلب؟ عارف يا ابو محمد، احنا جينا نسأل كم سؤال ونروح. انا اعرف احنا جاي نسأل بس اسئلة، بس بشرفك قل لي لو ثبت انه هو هذا المجرم الحقيقي، غير احنا نستعد له؟ ما شفت تستوعب الناس اللي ماتت؟ ما يخالف، بعد شوية كل شيء راح نعرف. فننزل هسه والله كريم. محمد، اريدك تكون مستعد لاي شيء. انت اسمك عبد الله؟ اي نعم، انا عبد الله. اللي عندي شو تريد من عندي؟ احنا شرطة وجينا نسألك كم سؤال ونروح، ماكو شيء. بحق صلاح؟ يعني سهلها شوية، يعني تشوفه رجال كبير معاق. اعرف دا اشوفه معاق، لكن احتمال دا يقشمرنا. بعد ان بقيت 33 سنة بالسجن، وبعد ان طلعت بشهر تجوني تتهموني بجريمة. شنو مديرية الامن العام ما عندها بس